يلا نكمل قصة الأيام لطه حسين الجزء التاني. بعد ما ابو الطهاطيه رجع الكتاب وهو مقطع في سيرة سيدنا، اللي عيال الكتاب بقى فتنوا عليه وراحوا قالوا له اول بقى ما شاف طهطوها بهدله واتعلم درس ان من الغباء انك تطمن لعهد الرجاله، انه امان لاي مان مهما كان ابعتيها له. وبجملة بقى اتأجل سفر طهطوها للأزهر سنة كمان علشان كان صغير واخوه الأزهري مش هيقدر يتحمله وحد طايقه، بس اداله كتابين، ألفية ابن مالك علشان يحفظه ومجموع المتون، كده هيعرف يبقى مستعد للسنة الجديدة. شاف الكتب وما فهمش معنى الكلام بقى، بس حس بقى انه ده كلام مهم. لا هو كلام مهم، ده غير بقى ان اخوه الأزهري اللي بيحبه حفظ الكلام ده وفهمه، يعني اكيد حاجة جامدة والناس كلها بتحترمه. دول بيتكلموا على ميعاد رجوعه قبلها بشهر، ولبسه حلو بقى، لابس جبه وقفطان، والستات بتزغرط اول ما بتشوفه، والناس بتشيله وتحطه على ظهر الفرس، شايلينه من على الارض شيل زينه شباب القريه. والله يا ريت بقى يقعد طهطيه وتبقى زيه. وكل ده علشان تقدير العلم مهم، بس بقى بيبقى اهم في القرى، واي حد بيتعلم هناك بيبقى ليه مكانه كبيره قوي بين الناس، على عكس بقى العاصمه. القاهره مليانه علماء رايحين جايين ومحدش بيديهم مهمتهم غير التلاميذ بتوعهم. طهطيه بقى الصبي كروي جدا، شايف ان العلماء خلقوا من طينه انقى من اللي اتخلق منها باقي البشر. علماء المدينه كانوا 3 أو 4، منهم كاتب المحكمه الشرعيه حنفي المذهب، راجل قصير ضخم صوته تخين، معرفش ياخد المؤهل من الازهر، وبيتفشخر بقى باخوه القاضي، ورفض ان اخو طه الازهري يطلع على المنبر ويصلي بالناس. تاني واحد امام المسجد، وده بقى شافعي المذهب، معروف انه راجل تقي والناس بتحبه وبتتبارك بيه. الشيخ الثالث مالك المذهب، شغال في التجاره والزراعه وكان بيقعد مع الناس يعلمهم الدين. ده غير بقى الخياط البخيل اللي بيبص للعلماء بقرف علشان واخدين علمهم من الكتب، وهو بقى شايف ان العلم الصحيح هو اللي بيدخل قلبك عاطفه من غير كتب. كل دول بقى كان ليهم تاثير على طهطوها، وتعدي الايام بقى مره فوق ومره تحت. يحس طهطوها بالوجع لما اخته الصغيره تموت، اللي كانت فرحه البيت، وموتها يمنع دخول فرحه عيد الاضحى بيتهم، زي كده ما امتحانات ثالثه ثانوي منع دخول فرحه العيد في قلب الطلاب. موت البنت كان بسبب الاهمال وان محدش تابع مرضها، وبعد شهور ابو الطهاطيه مات، وام الطهاطيه ماتت. ده غير بقى ان وباء الكوليرا انتشر وقضى على اخو طه اللي كان في مدرسه الطب. ومن اليوم ده كل حاجه اتغيرت، مامته لبست اسود لاخر ايامها ونفسيتهم بقت متدمره. طهاطيه لقى انها فانيه، فالزم نفسه انه يقضي الفرض مرتين ويصوم شهرين، وانه بيقرا قران وبيدي ثوابه لاخوه اللي توفى. وحصلت حاجه رجعت الحياه لقلب طهاطيه. باباه جه قعد معاه وقال له يلا على الازهر بقى ولا ايه؟ عايزك تبقى عالم كبير كده واتفشخر بيك. وصل طه القاهره ولقى نفسه قاعد في الازهر وهو بيسمع خطبه صلاه الجمعه، وبقى يقارن كل حاجه بالقريه. وراح اوضه اخوه وهو واخد قرار انه هيدرس فقه ونحو وتوحيد ومنطق بس اخوه قال له ما تعملش فيها شبح وخد فقه ونحو بس السنه دي. وفعلا حضر اول درس للفقه، وبقى يرجع يحكي لابوه كل حاجه بتحصل، حتى بقى يوصف له شكل بيت الشيخ عامل ازاي، وابوه بقى يروح يحكي لاصحابه بمنتهى الفشخره. بس تعالوا بقى نركز كده في حياه مراهق عنده 13 سنه رايح القاهره، شكله رفيع، وشه مخطوف، هدومه متبهدله، شكله فقير، لابس عبايه قذره وقميصه كله الوان من بقع الاكل، ولابس جزمه دايبه وكلها رقع. ده غير انه ما بياكلش غير صنف واحد بس. تخيلوا بقى حياه المراهق ده هتبقى عامله ازاي، وهيقضي وقته في الازهر ازاي وهو لوحده من غير اهله. عشان نعرف حياته كانت عامله ازاي استنوا الفيديو الجاي. بس اذكر عدد المتوفين في هذا الفيديو لحد دلوقتي، مع العلم ان طهطوها لسه عنده 13 سنه.